بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. من غير مقدمات وهري كتير، ساديو ماني النجم السنغالي ونجم ليفربول السابق في النادي الأهلي للمشاركة معه في كأس العالم للأندية 2025 على سبيل الإعارة من أحد الأندية السعودية 6 شهور. إيه الحكاية وإيه الرواية؟ صلي على الرسول وندخل في التفاصيل على طول. في البداية كده الدوري السعودي لما بدأ يجيب النجوم كان متوقع مردود قوي جدا. يعني ساديو ماني لما النصر السعودي اشتراه كان متوقع ان كل ماتش يجيب جون او جونين، لكن ساديو ماني في خلال 33 ماتش جاب 13 جون. واضح كده ان ساديو ماني مش مبسوط او مش متأقلم مع الجو او في حاجة غلط، لان ساديو ماني مستواه اعلى من كده بكتير. فنادي النصر السعودي انباء مؤكدة بتقول انه في اخر الموسم سيتم الاستغناء عن ساديو ماني، بالتحديد في موسم الانتقالات الصيفية القادم سيتم الاستغناء عن ساديو ماني. طيب ازاي ساديو ماني هيجي الاهلي؟ الاول عايزين نعرف سعر ساديو ماني. سعر ساديو ماني بناء على موقع ترانسفير ماركت 20 مليون دولار. 20 مليون دولار ده مبلغ كبير جدا طبعا على خزينة النادي الاهلي، لكن اللي هيحصل كالاتي. اللي هيحصل ان في شركه سعوديه ضخمه هتقوم بحق رعايه النادي الاهلي، هتاخد حق رعايه النادي الاهلي مقابل ان هي هتجيب ساديو ماني لمده 6 شهور للمشاركه مع الاهلي في كاس العالم للانديه. الشركه دي هتشتري العقد بتاع ساديو ماني وهتضرب عصفورين بحجر واحد. الاول هتقوم باعاره ساديو ماني لنادي الاهلي عن طريق احد الانديه السعوديه، وتاخد بكده رعايه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه او في موسم 2025. بعد الموسم ده بعد ال6 شهور ساديو ماني هيرجع تاني السعوديه لنادي سعودي تاني، والشركه دي برضو هتقوم برعايه النادي، تاخد حق رعايه النادي السعودي التاني. يعني الشركه دي بتبحث من ورا الموضوع دوت ان هي تنتشر اكتر، لان كاس العالم القادم ده باذن الله وامر الله 2025 هيتم مشاركه 32 نادي، هيبقى بالظبط زي كاس العالم كده للمنتخبات، وكل انظار العالم هتتجه اليه، لان طبعا كبار القوم بيلعبوا في ريال مدريد، مانشستر سيتي، اليوفنتوس، باريس سان جيرمان، تشيلسي. يعني زي ما انت عايز تقول قول، كل الكبار بيلعبوا، كبار امريكا الشماليه، كبار امريكا الجنوبيه، كبار افريقيا. فالعالم كله هيتابع البطوله دي. فعشان كده الشركه السعوديه دي حبت ان هي تقوم بالموضوع دوت. في بدات المفاوضات مع اللاعب بالفعل، واللاعب يعني تقريبا في شبه موافقه من اللاعب، خصوصا ان الاهلي احتمال كبير انه يشارك في اكتر من بطوله السنه اللي جايه. فساديو ماني يعني اقترب على يعني على الموافقه. كان بس كان اللي كان فيه بعض المشاكل في الاتفاق بالنسبه للمشاركات. هل هيشارك في كاس العالم للانديه بس ولا هيشارك ال6 شهور كامله؟ وطبعا كان يعني كان الاتجاه ان هو عايز يشارك المباريات بس بتاعت كاس العالم، وطبعا الموضوع دوت كان هيلاقي رفض من النادي الاهلي. فالمفاوضين معاه من قبل الشركه السعوديه اقنعوه ان هو هيشارك مع الاهلي في الدوري وفي بطوله افريقيا. هيشارك مع الاهلي عادي يعني جدا جدا في بطوله افريقيا وفي الدوري المحلي خلال ال6 شهور ديت، وبعد كده باذن الله يرجع تاني السعوديه. الاخبار ديت بتتداول اليومين دولت في اوساط محدده جدا، يعني ما بين ناس قليله جدا في السعوديه، ناس يعني تقدر تقول ان هم ناس اصحاب قرار. وطبعا الاخبار دي وصلت لنا من مصادرنا الموثوق فيها جدا في السعوديه، والاخبار ديت هتسمعها الايام اللي جايه على كل المواقع وكل الصحف الرياضيه. عايز اقول لك كمان ان ساديو ماني في اكتر من صحيفه سنغاليه واكتر من صحيفه سعوديه قالت ان هو هيمشي في الصيف وكده كده ماشي، وكان جاي له عرض من فنار بخشه. فيعني لو حد مش مصدق ان ساديو ماني هيجي الاهلي، اعتقد ان لو ساديو ماني قارن ما بين فنار بخشه والاهلي في السنه اللي جايه، الاهلي هيشارك في كاس العالم للانديه، واعتقد ان العالم كله هيشوفه. فاعتقد ان ساديو ماني اختياراته هتتجه الى النادي الاهلي، خصوصا ان هو من افريقيا وعارف قيمه اسياد افريقيا وعارف قيمه النادي الاهلي. الايام اللي جايه هتثبت الكلام دوت. بس يا ريت تفتكر انت شفت الكلام ده اول ناس قالوا لك عليه
قناه الاهلاويه، ويا ريت تقول لي انت شايف ان الصفقه دي في التعليقات. قول لي الصفقه دي هتفيد الاهلي ولا لا. عموما هو في اكتر من لاعب الشركه السعوديه بتتفاوض معاه، ساديو ماني هو الاقرب طبعا عشان عقده تقدر تدفعه. في لعيبه تانية كمان اقوى باذن الله وامر الله في مفاوضات معاهم، بس لما نوصل لاخبار جديده او احداث جديده باذن الله هننزلها لكم في فيديو الايام اللي جايه. احنا بنحاول نجمع لكم كل الاخبار عن الموضوع دوت، لان احنا انفردنا بيه ومكملين فيه، وهنوصل فيه باذن الله وامر الله لابعد مدى. اول ناس افتكر بابا المجال، والسلام عليكم.